السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حباب قلبي، تاني إعداد. النهاردة إن شاء الله هناخد أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. حاجة العالم إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه العالم كان في حاجة إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما تفسر حاجة العالم إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ علشان حاجتين يا شباب: ليرشد لينشر. ليرشد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. 2. لينشر قيم العدل والمساواة والرحمة والتسامح بعد إنعام الظلم والفساد بين جميع الأجناس في كافة المجالات يا شباب: السياسية والاجتماعية والاقتصادية. السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يلا نشوف أهم القوة التي كانت تحكم العالم قبل الإسلام. أنا عندي دولة الفرس، عندي دولة الروم، عندي الهند، عندي شبه الجزيرة العربية. أول دولة دولة الفرس. طب احتلت إيه يا شباب؟ احتلت بلاد العراق واليمن. كثرت فيها العبادات الوثنية، كانوا بيعبدوا الأصنام. فدولة الفرس احتلت بلاد العراق واليمن، كثرت فيها العبادات الوثنية. دي أول دولة معايا. تاني دولة دولة الروم، أهي دولة الرومية احتلت مصر وبلاد الشام. دي دولة الروم احتلت مصر وبلاد الشام، واعترفت بالمسيحية دينا رسميا للبلاد. يبقى دولة الروم احتلت مصر وبلاد الشام واعترفت بالمسيحية دينا رسميا للبلاد. ثالث دولة دولة الهند، كثرت فيها الديانات، فكانوا يقدسون البقر والزواحف، كانوا بيعبدوا البقر والزواحف والفئران. يبقى دولة الهند كثرت فيها الديانات، فكانوا يقدسون البقر والزواحف وغيرها. آخر دولة معايا، ودي اللي هنتكلم عنها علشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن فيها: شبه الجزيرة العربية. ظهرت فيها حضارات قديمة. زي ايه كده يا شباب؟ زي حضارة قوم عاد وقوم ثمود. حضارة قوم عاد وثمود قامت بها دول. قامت بها ايه؟ قامت بها دول وممالك زي معين وسبأ وحمير في الجنوب، الحيرة والغساسنة في الشمال، هنا كده فوق في الشمال، مكة ويثرب في الغرب. يبقى شبه الجزيرة العربية قامت عليها حضارات قديمة مثل قوم عاد وثمود. قامت بها دول وممالك مثل معين وسبأ وحمير في الجنوب، الحيرة والغساسنة في الشمال، مكة ويثرب في الغرب. يلا يا شباب نشوف أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. أول حاجة الحياة الدينية. كانت شبه الجزيرة العربية مهد لكثير من الأنبياء. يعني يا شباب كان بيذهبوا إليها كتير من الأنبياء. زي مين طيب؟ زي هود، صالح، شعيب، إبراهيم، إسماعيل. هود، صالح، شعيب، إبراهيم، إسماعيل. لذا عرف أهل مكة ومن حولها التوحيد والإيمان بالله. بما تفسر عرف أهل مكة ومن حولها التوحيد والإيمان بالله، لأن شبه الجزيرة العربية كانت مهدا لكثير من الأنبياء. يلا نشوف الديانات اللي معانا يا شباب. أنا عندي ديانات غير سماوية وديانات سماوية. ديانات وعبادات شبه الجزيرة العربية. عندي ديانات غير سماوية وعندي ديانات سماوية. أنا عندي الديانات الغير سماوية الوثنية، هي عبادة الأصنام. عرف عبادة الأصنام بمرور الزمن، حيث اتخذت كل قبيلة صنم. كل قبيلة تتخذ صنما لها، دي اسمها الوثنية. إذن ديانات غير سماوية مثل الوثنية عبادة الأصنام. يلا نشوف الديانات السماوية.
الحنيفية هي ديانة سيدنا إبراهيم، تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. يبقى الحنيفية هي ديانة سيدنا نقطة، هي ديانة سيدنا إبراهيم، تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. يبقى الديانة دي يا شباب بتدعو الناس إن هم يعبدوا ربنا بس. يبقى الحنيفية هي ديانة سيدنا إبراهيم، تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. وقد بقى عدد قليل على الحنيفية بعد انتشار عبادة الأصنام. يبقى بعد ما انتشر الأصنام بقى عدد قليل جدا على الحنيفية. على إيه؟ على الحنيفية دي. خلاص خدنا الديانة الغير سماوية وخدنا الديانة السماوية. يلا نشوف ديانات انتشرت في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية. زي إيه؟ واحد، اليهودية دين سيدنا موسى. المسيحية، النصرانية دين سيدنا عيسى. يبقى عندي ديانات انتشرت في أجزاء قليلة جدا زي اليهودية دين سيدنا موسى، والمسيحية دين سيدنا عيسى. كده خلاص خدنا الحياة الدينية. اتنين، الحياة السياسية، يعني نظام السياسي. ساد شبه الجزيرة العربية النظام القبلي. بما تفسر لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة زي ما انتم شايفين كده يا شباب، لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة. طب قوانين القبيلة ايه يا شباب؟ لكل قبيلة شيخ، يعني بيجيبوا واحد كده عنده حكمة وفاهم كويس، بيقولوا له انت شيخ القبيلة. لكل قبيلة شيخ يحكمها، ولها قانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد به. طب أشهر القبائل اللي عندي إيه يا شباب؟ قبيلة قريش بمكة. قبيلة قريش إيه؟ بمكة. دي كانت الحياة السياسية. يلا نشوف الحياة الاقتصادية. أنا عندي الزراعة، عندي الصناعة، عندي التجارة، هنضيف عليها حرفة الرعي. يبقى عندي الرعي، الزراعة، الصناعة، التجارة. أول حاجة حرفة الرعي، كانت الحرفة السائدة في البادية اللي هي الصحراء. طب الزراعة، كان في زراعة؟ لا، كانت قليلة بسبب ندرة الأمطار، إنه مفيش أمطار. طب الصناعة، عرف بعض الصناعات مثل صناعة الرماح والسيوف. التجارة بقى يا شباب، حيث كان أهل مكة أكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانة تجارية. بما تفسر أهل مكة أكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانة تجارية. لأنهم كانوا ينظمون أكبر رحلتين للتجارة، وهما رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. أي رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. دي كانت الحياة الاقتصادية. يلا نشوف الحياة الثقافية. اشتهر العرب بالشعر والخطابة. لم تكن الأسواق ميدانا للتجارة فقط، لا، مش ميدان للبيع بس، لا يا شباب. الإجابة دلل، لم تكن الأسواق العربية ميدانا للتجارة فقط، لأنها كانت ميدانا للتنافس الشعراء والخطباء. يبقى لو جه قالك دلل لم تكن الأسواق العربية ميدانا للتجارة فقط، يعني مش للبيع فقط يا شباب، لأنها كانت ميدانا للتنافس الشعراء والخطباء. لأنها كانت إيه؟ ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء. أشهر شعراء العرب. إن الحياة الثقافية اشتهر العرب بالشعر والخطاب. قلنا الأسواق مش ميدانا للتجارة فقط، دلل لأنها كانت ميدانا للتنافس والشعراء والخطباء. أشهر أسواق العرب سوق عكاظ
وسوق ذي المجاز. طب أشهر الشعراء العرب يا شباب؟ النابغة الزبيان. النابغة الإيه؟ الزبيان يا شباب، النابغة الزبيان. يلا نشوف آخر حاجة معايا، الحياة الاجتماعية. عندي المجتمع العربي ينقسم إلى قسمين: البدو والحضر. البدو وهم الذين يسكنون الصحراء، الحضر وهم الذين يسكنون المدن. عادات العرب قبل الإسلام: بعض الأخلاق الحميدة التي تصف بها العرب: الشجاعة والكرم، الوفاء بالعهد، الصبر، العفو عند المقدرة، حماية الجار. حماية الإيه؟ حماية الجار. دي الصفات الحميدة. الصفات السيئة بقى: وأد البنات أي دفنهن أحياء. 2. شرب الخمر، كان بيشربوا خمر. رقم 3. لعب الميسر، يلعبوا الجمار. 4. الأخذ بالثار، يعني الأخذ بالإيه؟ بالطار. إذن معايا تاني يا شباب: الأخلاق الحميدة، الشجاعة والكرم، الوفاء بالعهد، الصبر، العفو عند المقدرة، حماية الجار. طب الأخلاق السيئة: وأد البنات أي دفنون أحياء، شرب الخمر، لعب الميسر، الجمار، الأخذ بالطار. انتبه له: تمتع بعض النساء بمكانة عالية في المجتمع العربي. دلل: مثل السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تتاجر بمالها. ده كان درس أحوال شبه الجزيرة العربية، ويا رب تكونوا استفدتم. كان معكم مستر إبراهيم شعبان. سلام.